بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة، دائما مع سلسلة حلويات العيد. اخترت لكم هذه الحلوى الرائعة شكلا وذوقا. هذه الحلوى البنات لازم تجربوها لأنها راح تحمر لكم وجهكم في العيد. شكلها راقي وذوقها روعة، مقاديرها بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة. هيا البنات مباشرة نمروا للطريقة والمقادير مع بعض. بالنسبة للعجينة راح نحتاجو 125 غرام زبدة أو مارغرين تكون بحرارة المطبخ. راح نضيف لها حبة بيض كاملة وصفار حبة بيض، وراح نضيف مغرف كبيرة من السكر الناعم، ونضيف أيضا مغرف كبيرة من الكابريس. بالنسبة للكابريس هذه النوعية اللي استخدمتها تعطينا مذاق رائع لهذه الحلوى. هذا الصابلي البنات راح يكون بذوق الكابريس والبيمو، وواحد الكريمة خفيفة رائعة أيضا. هذه الوصفة كما قلت لكم لازم تجربوها لأنها بزاف بنينة. هنا بعد ما ضفت الكابريس راح نخلط هذه المكونات مع بعض. يعني كما شفتوا ما ضفتش الفاني لانه هذه الحلوى راهي بذوق الكابريس، وراح نضيف لها الكاكاو. هنا بعد ما نخلط المكونات مع بعض راح نضيف مغرف كبيره من الكاكاو اللي يكون مغربل. دائما نستخدم الكاكاو البني، ما نستخدمش الكاكاو الاسود. ضفت ايضا نصف كيس من الخميره الكيميائيه، وراح نخلط المكونات مع بعض. كي نضيف الكاكاو البنات نقص الفيتاس هكذا باه ما يطرش الكاكاو. راح نتحصل على خليط كريمي بهذا الشكل. هذا القوام البنات راح يساعدنا على انه الحلوى تاعي تجي مهويه وتذوب في الفم. يعني الخلط هذاك لازم نمر بهذيك المرحله انه نخلط المكونات جيدا مع بعض. هنا ضفت كاس ونص من البيمو، ممكن تستخدموا اي بسكويت من دون شوكولا يكون مرحي غبره. وراح نجمع بالفرينه. هنا البنات راح نبدا نجمع بالفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه. ما لازمش ننشفها، دائما نقول لكم انه العجينه اللي فيها الكاكاو ما لازمش ننشفها لانه الكاكاو ينشف لنا العجينه. نخليها طريه هكذا شويه، نغطيها ونخليها ترتاح في الثلاجه لمده نصف ساعه قبل ما نشكلها. هنا بعد ما ارتاحت العجينه حطيت ساشي، حطيت العجينه وغطيتها بساشي ثاني وفتحتها بالحلال. هنا البنات السمك ما تكونش رقيقه وما تكونش خشينه. من بعد راح نشكلها بقطعه دائريه. انا هنا استخدمت قطعات دائريه لاني المول اللي راح نزين به شكله دائري. من بعد راح نحطها مباشره في صينيه الفرن. هذا هو السمك البنات كما قلت لكم، ما تكونش خشينه ما تكونش رقيقه. وراح ندخلها الفرن يكون مسخن مسبقا على 170 درجة مئوية. في هذا الوقت راح نحضر الكريمة. هذه الكريمة البنات بزاف خفيفة وبنينة. راح نحتاج كاس غير ربع من غبرة الشونتيي. انا الكاس اللي استخدمته صغير شوية لانه العجينة كانت ب 125 غرام. نتوما يا اما تستخدموا نفس الكاس ضعفوا المقادير، يا اما تستخدموا كاس يكون كبير. كما قلت لكم درت كاس غير ربع من غبرة الشونتيي، ضفت له زوج مغارف كبار من فلون ذوق كراميل راهم مع بعض في البيتخا. ضفت ايضا مغرف مش معمره من الكابريس، وراح نضيف لهم الماء البارد. بالنسبه لكميه الماء نفس الكاس اللي قست به غبره الشونتيه راح نقيس به الماء. راح نضيف ثلث كاس. واش معناها؟ معناتها الكاس هذاك نقسمه على 3، يعني قل من النص هكذا باش نسهلها عليكم. قل من النص شويه ماء بارد، وراح نخلطهم مع بعض. هنا البنات نقدر نستخدم كما قلت لكم الباتور، كما نقدر نستخدم البيتخا. والقوام تاع هذه الكريمه على حسب نوعيه غبره الشونتيي. يعني اذا كانت نوعيه جيده راح نتحصل على كريمه تكون خفيفه وتكون ليس كما راكم تشوفوا. بالنسبه لكميه الماء يعني على حسب نوعيه غبره الشونتيي. انا درت ثلث لاني ضفت كميه من الكابريس جاتني سوا. الماء كما قلت لكم البنات لازم يكون بارد هكذا باه تطلع معايا الكريمه. هنا بعد ما طاب الصابلين خرجوا من الفرن نخليه يبرد. هنا لازم نعسوه البنات باه ما يتحرقش. من بعد راح نلصقوا بالكريمه اللي كنت حضرتها معكم. راح نحطها في ان بوش وراح نلصق الحلوى تاعي. راح نحط كميه من الكريمه هكذا. راح نحط حبه من الفوق تاع الصابلي. هنا البنات ما لازمش نضغط بزاف لانه الكريمه هذه بزاف خفيفه، اذا ضغطنا راح تخرج كامل. غير بالعقل، يعني ضغطه خفيفه فقط.
ونعدلها على الاطراف هكذا، ونكمل نلصق باقي الحبات بنفس الطريقه. هنا بعد ما نلصق الحلوى تاعي البنات لازم نديرها في الفريجيدير تتماسك شويه، ولا في الكونجيلاتور حوالي 10 دقائق. هنا قبل ما نكلاصيها يعني قلت لكم نديروها في الفريجيدير، لانه الكريمه بزاف خفيفه، اذا درنا لها شوكولا سخونه راح تذوب لنا على الاطراف. هنا راني ذوبت كميه من الشوكولا بالحليب على حمام مائي، ضفت لها 2 مغارف كبار من الزيت، وراح نقلاصي الحلوى تاعي بالطريقه اللي نعرفها كامل. هنا البنات في هذه الوصفه لازم نتاكد اني غطيت الكريمه جيدا، لانه اذا ما غطيناهاش راح تخرج من بعد. كما قلت لكم هذه الكريمه بزاف خفيفه وبنينه، فقط لازم نغطيها مليح بالشوكولا. نحي الكميه الزائده وراح نحط الحلوى تنشف. انا راح تنشف بالخف لانها كانت في الفريجيدير، انا درتها في المجمد. ما لازمش تطول بزاف، لانه اذا كانت بارده بزاف والشوكولا سخونه راح تتشقق معكم. غير تتماسك الكريمه نخرجها ونكمل نقلاصي الحلوى بنفس الطريقه. هنا البنات راح نروحوا او نمروا لمرحله التزيين. عندي كميه من عجينه السكر. في هذه الوصفة تقدروا تحضروا هذا التزيين بعجينة السكر كما تقدروا تحضروه بعجينة الشوكولا. أنا كانت عندي كمية من عجينة السكر اللون البني، لكن لونها كان بزاف كلاخ، ضفت لها كمية من الكاكاو البني حتى تحصلت على هذا اللون. بالنسبة لليمون هذه النوعية اللي استخدمتها، كاين عدة أشكال عدة أنواع، أنا اخترت هذا الزوج. هنا البنات راهم يجيو زوج مع بعض وسعرهم راهو في متناول الجميع. راح تجي المول اللي يجي فيه الرشمه كما راكم تشوفوا، راح نحطوه على عجينه السكر ولا عجينه الشوكولا ونضغط جيدا. انا نفضل يعني نضغط مليح بالحلال، سورتو واحد كيعود صايم يعني يكون شويه ما كاش القوه كما نقولوا. انا لذلك استخدمت الحلال ساعدني. من بعد نضغط مليح وبعد نقطعها كما راكم تشوفوا. لازم تضغطوا مليح باه تخرج الرشمه. بالنسبه للقطاعه شويه رقيقه، لازم تضغطوا مليح باه ما يجيوكمش لي شيت على الاطراف، يعني باش تجينا مفينيه مليح. نمروا للشكل الثاني نفس الطريقه كما قلت لكم، انا نستخدم الحلال ومن بعد نزيد نضغط بيدي مليح. نتوما ديروا الطريقه اللي تساعدكم. راح نحط القطاعه ونضغط مليح كما راكم تشوفوا البنات. هاد لي موتيف خاصين بالعيد، كاين اللي مكتوب فيهم عيد سعيد عيد مبارك، وكاين يعني كانوا خرجوا قبل ديجا تاع العمره تاع المولود، هذو للعيد سبيسيال يعني حاجه جديده وبزاف يعني شابه. انا صراحه عجبوني بزاف. بالنسبه للتزيين الثاني البنات حتى خدمت به، فكرت اني ما صورتوش، حبيت نزيد نصور لكم اللون الثاني اللي استخدمته. هو عجينه السكر بيضاء، ضفت لها فقط كميه من عجينه الشوكولا البنيه، وبنفس الطريقه راح نشكل التزيين تاعي. هنا نتوما البنات شوفوا اللون اللي يساعدكم والشكل اللي يساعدكم. اضغطوا فقط مليح باه يخرج الشكل شباب. هنا البنات راح نعطيكم نصيحه، اذا راح تزينوا الصابلي تاعكم مباشره، يعني هذا التزيين بلا ما ندير له هذاك التزيين الذهبي اللي يجي من الفوق، استخدموا اي نوعيه من ليمول. يعني نقدر نزين الصابلي تاعي هكذا ويجينا شباب ما شاء الله. اما اذا حبيتوا تزيدوا له يعني اللمسه تكون احسن واحسن، يجيني يعني نتيجه رائعه، راح نستخدم هذا اللون الذهبي. هنا ضفت البنات كميه من الملون الذهبي، كنت درت معكم عده وصفات مع السائل اللي يجي معاه، خلطهم مع بعض وبالبانسو يكون رقيق. راح نبدا نلون. راح نعطيكم نصيحه كما قلت لكم على هذا الليمون، اذا راح تستخدموا هذه الطريقه البنات من الاحسن تستخدموا ليمون اللي تكون فيهم الرشمه تبان يعني كبيره، هكذا تساعدكم انكم تلونوها. اما اذا كانت كامله رقيقه يعني مستحيل انكم تلونوها بالذهبي بلا ما تقيسوها. هذه يعني جاتني سهله، فقط يعني واحد كما نقولوا يكون عنده الخاطر. واللي ما قدرتش تقدر تعطي لبنتها اللي عندها بنتها صغيره، اكيد راح يحبوا هذا النوع من الاشغال يدويه كما نسميها انايا. كاين بزاف بنات يحبوا الرسم.
هذا هو البنات. كما قلت لكم اختاروا فقط بانسو يكون رقيق وزينوا الحلوى من الفوق كما تحبوا. هنا بعد ما نكمل نلون لي موتيف تاعي باللون الذهبي راح نحطهم فوق الحلوى. هنا شوفوا البنات عن قرب يعني جات ما شاء الله. راح نذوب كميه من الشوكولا نحطها فوق الصابلي ونلصق هذا الموتيف تاع التزيين، وراح نتحصل على اروع صابلي بريستيج اللي يحمر لكم وجهكم. كما نعرفوا انه المراه الجزائريه تحب تنوع وتبدع في صينيه العيد، تحب دائما الجديد رغم انها تحضر التقليدي، ولكن تحب هذه الانواع البريستيج اللي يحمروا الوجه. هذا الصابلي البنات يعني كما راكم تشوفوا شكله رائع، مذاقه اروع، صدقوني يذوب في الفم والكريمه بزاف خفيفه. انا من عشاق هذا النوع من لي صابلي اللي بالشوكولا. بالنسبه للكميه تعطينا من 18 حتى ل 20 حبه، يعني 125 غرام زبده تخرج لنا من 18 حتى ل 20 حبه على حساب الموتيف وعلى حساب السمك. كالعاده لازم نقسم لكم حبه حتى تشوفوا انه الوصفه ناجحه 100%. كما راكم تشوفوا راهي تذوب في الفم. لحقت لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده باذن الله.